اهم المكاسب ايضا للاخوان القطريين اللي نحييهم طبعا. اعطونا شباب التقرير، يعني مكاسب مهمه جدا. هاي الناس اللي تخطط واللي تعمل لازم انه واحد يفكر شنو الهدف. اقاموا كأس العالم 2022، هيئة وكوادر تقود بال 2022، اخذوه بدون صوت 2022. وبالتالي هذه الكوادر اللي نجحت وكانت علامات مضيئة وبارزة اليوم استعانوا بهم في أمريكا وكندا والمكسيك ب 2026. هذا اللي شاهدوه أمامكم اليوم. اليوم عدد من الكوادر القطرية اللي شاركت في كأس العالم 22 طلبتها اللجنة المنظمة بال 2026، وهذه الكوادر هي تابعة للجنة الإرث في قطر. يعني مثلا من تجي تشوف الاماكن اللي اخذوها واللي كانوا الاخوان القطريين بالتعاون مع لجنه الارث، انه تشوف الاماكن مثلا عبد العزيز فخرو اداره المنشآت وين كان؟ سان فرانسيسكو، مسؤول عن هذا الملف. علي المحمود اداره المنشآت في واشنطن. جاسم العبدلي اداره المنشآت في ميامي في ولايه فلوريدا. سلطان العبيدان مدير العمليات المنشآت في لوس أنجلوس. ثاني الزراع إدارة المنشآت في تكساس. وسند جابر إدارة العمليات الإعلامية في سان فرانسيسكو. وعبد الله الخاطر النقل في فانغوفر كندا. خلاص، هذه الاستفادة. هاي الناس اللي تقول لك أني أنظم، أني أشارك، أني أدخل كأس العالم حتى أستفيد من عندها. فبالتالي هذا الأمر اللي شاهدناه اليوم، هذه أيضا إحدى فوائد تنظيم دولة قطر لكأس العالم، هي تطوير الكوادر ومشاركتها في تنظيم 2026.